اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الفل، يا مساء الخيرات، يا مساء السعادة على أحلى اخوات في الدنيا. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما احنا مكملين كده مع وصفات العيد. احنا عملنا البسكوت النشادر وطلع معانا ناجح جدا. والنهاردة قلنا بقى نعمل الكعك الدايب بتاع الأفران بتاع المحلات. زي ما انتوا شايفين كده، اللي بحافظ على نقشته ولونه وطعمه، وبتقدري تحفظيه من 3 ل4 شهور. واحنا هنا عملناه على البارد وعلى السخن. على البارد والسخن، ايه البارد والسخن؟ احنا هنا هتشوفوا معايا دلوقتي احنا عملناه كده تكاية كده على السخن، عشان يفضل تحافظي على حافظي على طعمه، يفضل محفوظ معاكي من 3 ل4 شهور وما تحصلوش اي حاجة. ممكن تستعمليه على البارد بس اخره شهر معاكي او شهر واسبوع. ممكن تستخدميه على السخن برضو بيقعد معاكي 4 شهور. بس احنا عملنا حركتين بقى. بصراحة انا الطريقة دي بعملها حوالي لي 5 سنين ومتعودة عليها. بصراحة طريقة خرافية، مش قادرة اوصف لكم. وهقول لكم سبب اللون الذهبي ده، وهقول لكم السبب الذوبان ده. بصراحة اقسم بالله كان ريحته قلب الدنيا، وطعمه مش قادرة اوصف لكم. احلى من بتاع الافران بكتير اللي بنشتريه من الغالي. احنا عملنا 2 كيلو دقيق، طلعونا يجي 4 كيلو كده، 4 ونص، حاجة كده والله العظيم. مش قادرة اوصف لكم. زي ما انتوا شايفين كده قدامكم، لا واحدة نقشتها راحت بقى، ولا الحشو طلع منه بره، ولا اي حاجة. وحشينا كمان بالعجوة، وحشينا بالملبن، وحشينا بالمكسرات. بصراحة يعني احنا عملنا ابداع النهاردة في الكعك. وطبعا واحنا عملناه في بيتنا، سمنتنا موثوقة، دقيقنا موثوق منه، كل حاجة موثوقة منه. تعالوا هنا نصلي على الرسول ونخش على الطريقة والتحضير والمقادير. وما تنسونيش في لايك وشير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا هشتغل النهارده على 2 كيلو دقيق. معايا اول حاجه زي ما شفتوا كده في الكسرونه، انا حاطه 4 معالق كبار من السمسم، وحاطه عليهم 100 جرام سمنه، ورفعتهم على النار. وبعد كده معايا باكت خميره، معايا باكت بيكنج باودر، معايا معلقتين كبار لبن بودر اللي هو اللبن البودره بتاعنا. معايا هنا 2 كيلو دقيق معدد الاستخدامات. زي ما انتوا شايفين أنا بستخدم دقيق كوثر. معايا هنا معلقتين سكر بودرة، معايا ريحة الكعك، معايا كيلو سمنة. انا هنا بشتغل على 2 كيلو دقيق وعلى كيلو 100 جرام سمنة. انا هنا بستخدم سمنة بلدي زي ما انتوا شايفينها كده. الكعك يعني كعك يعني سمنة بلدي. سمنة بلدي او سمنة يكون موثوق منها، دقيق حلو. الكعك ما ينفعش يعني اي الزبدة لا، ما ينفعش الكعك يتعمل بيه زبدة بالزبدة خالص. كعك يعني سمنة بلدي، وتكون حاجة موثوق منها، ويكون دقيق واثقة فيه. عشان حاجتك تطلع زي ما بتشتريها من بره واحلى. هنا جبت طبق غويط عشان بقى اعرف ابس الكعك معايا. ونزلت بكيس البيكنج باودر، ونزلت بمعلقتين لبن البودر، ونزلت بالسكر البودر، ونزلت بريحة الكعك. طب ريحة الكعك دي بتيجي من فين؟ من عند العطار. بتروحوا تقولوا له انا عايزة ريحة كعك او عايزة محلب. في دقة في الحالتين بيدوا نفس الريحة ونفس الطعم. انا جايبه بشتغل هنا على ريحه الكعك. بعد كده بفضل اقلب المواد الجافه دي، وبحط رشه ملح كده هتشوفوها معايا دلوقتي. وهفضل اقلب المواد الجافه دي، واعمل حفره كده صغيره. وطبعا السمنه والسمسم اللي هو ال100 جرام سمنه والسمسم على النار. هيوصلوا لدرجة ايه الغليان، يعني لحد السمسم ده ما يتحمص معايا كده في قلب السمنة وريحته تطلع. شايفين كده اهو. بصراحة كانت اول ما حطيت السمنة بالسمسم على الدقيق، ريحة كده كنا بنشمها في الاعياد، في كل بيت نعدي عليه، في كل جار. في امي ربنا يديها الصحة يا رب وخليها لنا ان شاء الله. كنا بنستنى لحظات العيد دي. اكيد كلكم مفتكرين الذكريات الطفولية دي. بصراحة مش ما نقدرش ننساها لو عدى عليها 100 سنة.
وبعد كده بنزل بالسمسم اللي هو والسمنة اللي غلوا على النار، وبعد كده بنزل بنفس الكسرولة بالكيلو السمنة، وما بحطهاش على النار ولا اي حاجة، وبفضل طبعا مع سخانات الكسرولة بتاعت اللي انا غليت فيها السمنة والسمسم، السخانة بتاعتها بتسيح السمنة. شايفين لون السمنة وريحتها وطعمها، اقسم بالله مش قادرة اوصف. ممكن تعملي تيست هنا سمنة بلدي على سمنة نباتي بس يكون نوعها كويس، بيديكي نفس النتيجة. بس انا اتعودت كعك يعني سمنة بلدي بصراحة. براحتك المتوفر عندك. وهفضل انزل بالسمنة دي، وهفضل ابس قلب الكعك ما بيتعجنش معايا خالص. زي ما انتوا شايفين كده هفضل ابس بقى واخد واعجن والت في البس الكعك زي ما انتوا شايفين كده. هي دي العملية دي مهمة جدا قوي، يعني بتخلي الدقيق بيتغلف في قلب السمنة وبيشرب من السمنة. مفيش حباية دقيق ما بتشربش. هي عملية البس دي مهمة جدا يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تسرحوش، لو وصلتوا لحد هنا ما تنسونيش في لايك وشير، ما تبخلوش عليه، واشتراك في القناة. عايزين نشير الفيديو ده عشان كل الناس تستفاد منه. وبعد كده هفضل ابس الكعك زي ما انتوا شايفين. طبعا انا حاساه لسه طبعا هو جايله ميه وخميره. ما تقلقيش خالص. هيبقى عجينه معاكي طريه وبصراحه، وهتبقى سهله في التشكيل، ونقشتها مش هتروح ولا اي حاجه. بس تابعوا معايا الخطوات. بعد كده سبته بقى يبرد شويه، وجبت كوبايه ميه دافيه كده، ونزلت بباكت الخميره ومعلقتين سكر، وهدوبهم واسيبهم يجي 5 دقايق كده. هروح بقى انا اشوف الصواني بتاعتي هجهزها، واجهز دنيتي على بال بايه الخميره دي بقى. اعمل لها اختبار. هنا الخميره انا مش عايزاها تخمر ولا اي هو ما بيخمرش ولا اي حاجه. وبعد كده بس هو لازم فيه خميره عشان بيبقى مفرغ كده وحلو. وبعد كده انا جبت العجين بتاعي، والخميره كانت خدت تيست وخمرت زي ما انتوا شفتوها كده في قلب الكوبايه. وهنزل انا ما بعجنش، انا بدخل بس المواد السائله في الجف، ما بعجنش خالص. وبعد كده خلاص انا خلصت، شربت الميه وبالخميره بتاعتنا. وبعد كده زي ما انتوا شايفين كورت قدامكم، لا شقق بقى ولا اي حاجه. خلاص كده اتاكدي 100% انه كعكك ناجح 100%. طب لو شقق معايا شويه يبقى هو عايز كده سمنه. لو شقق منك ولا عمل اي تشققات ولا اي حاجة، زودي معلقتين سمنة وما تعجنيش برضو، اعملي نفس الطريقة اللي انا بعملها، هيطلع معاكي خرافة برضو. بعد كده معايا هنا الحشو، معايا مكسرات، معايا ملبن، معايا عجوة. براحتك، عايزة تحشي ملبن خالص لكل العجين براحتك، عايزة تحشي عجوة دي مسألة ذوق، عايزة تحشي مكسرات براحتك. انا هحشي بقى لقيت الحاجة متوفرة عندي، قلت بقى هتشكل وهما كده 2 كيلو يعني كمية حلوة، هشكل براحتي بقى. وجبت حتة عجينة وحطيت فيها ملبن اول حاجة، وبعد كده لفيتها زي ما انتوا شايفينها كده. بيبقى حجم الكعكاية بيبقى زايد عن حجم الغريبة وعن حجم البيتيفور، يعني بيبقى زايد شوية زي ما انتوا شايفين كده. ومعايا هنا منقاش، عايزة تنقش براحتك. ومعايا برضو بصام، ومعايا هنا علب الكعك بتاعت زمان اللي هي بنشتريها من ملتزمات الحلواني بتاعت زمان، اللي امهاتنا متعودة عليها هي والمنقاش. بصراحة أنا يعني لما بعمل كعك ما بقدرش استغنى عن الأشكال دي. وبعد كده عملت واحدة عجوة، واحدة مكسرات، واحدة ملبن اهي. هي شكل العلبة دي بتجيبيها يعني ما بتتخطاش 10 جنيه أو أقل كمان. أنا معايا بصراحة ليهم فترة معايا. وهفضل شايفين محافظ على نقشته جميل ازاي، مش مشقق ولا حاجة، ومنظر السمسم فيه وريحة السمسم والسمن البلد طالع عليا بقى ايه. انا بصراحة لما بخبز الحاجات دي بحس بفرحة كده. وربنا يا رب ما يقطع عنا عادة، اللهم امين يا رب، وجعلها سنة حلوة على أمة سيدنا محمد كلها يا رب، عليه أفضل الصلاة والسلام. وخلاص كده هنشكل كل الكمية. وشايفين انا جبت هنا، قلت اعمل قدامكم بقى بالبصامة. بجيب واكور كده زي ما انتوا شايفين، وبضغط بالبصامة بيطلع معايا شكل البصامة دي بصراحة زي الافران بالظبط. افران طبعا ده اشكال البصامة على طول. بصراحة شايفين العجينة يعني سهلة معايا جدا جدا، ولا اتشققت ولا اي حاجة. ومعايا هنا الفرن مولعة على درجة حرارة 180، وهحط
الصواني وهتابعها، وبعد كده طلعت معايا اول صينية كده زي ما انتوا شايفين، وهرش عليها السكر. بصراحة اللون بعد كده بتوطي النار فوق وتحت، وبتتابع الكعك اول ما بتحطيه، وبيديك اللون الذهبي الجميل ده الخرافة بصراحة. ومنظر الحشو فيه الملبن والعجوة حاجة كده فاخر من الاخر زي ما احنا متعودين. جربيه بالطريقة دي والله وما هتندموا. لسه مكملين مع بعض وصفات العيد بصراحة، وكانت ريحته قلب الدنيا. وقومي بقى املي بيتك بركة وما توقفيش على حاجة. وبدل ما نجيب من الأفران لازم احنا احنا عايزين نحس بقى في روايح العيد في البيت. ما بنحسش بروايح العيد غير لما نخبز كده و- والشقة تتملي ريحة سمنة وسمسم، تتملي ريحة الكعك والبسكوت. دلوقتي في الوقت ده احنا بنحس خلاص انه العيد دخل علينا. كل سنة وانتم طيبين يا رب، والله ان شاء الله يا رب يجعلها ايام سعيدة علينا كلنا، وجعلنا في رمضان يا رب دعوة مستجابة. احنا قلنا نخبز بدري بدري كده عشان نفوق للعشر الأواخر كده. اللي ما ختمش القرآن يختموا دول العشر الأواخر بتاعت العفو. وربنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب، اللهم آمين. وكل سنة وانتم طيبين. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسونوش في لايك وشير واشتراك في القناة، واشوفكم على فيديو جديد يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واستنوني في باقي وصفات العيد.